حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره من الكويت. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا عم، ازي حضرتك، عامل ايه؟ الف مبروك، يعني المدرب ده برضه من جهودك وكان ناجح النهارده وموفق. الحمد لله الحمد لله، يا رب دايما يا رب، ومبروك على حضرتك. ويعني الواحد بينبسط ان نلاقي الناس كلها مبسوطه بالاداء والمكسب، الناس مبسوطه جدا الحمد لله، رجاله بشكل غير طبيعي. والحمد لله في مده قليله، يعني ده ثالث ماتش نلعبه، واحده مرشحه انها تاخد كاس العالم. الحمد لله عملنا ماتش كويس، وكنت انا الحمد لله عندي يقين ان احنا نعمل ماتش كويس الحمد لله. يعني لما جبنا بلجيكا او كلمونا عشان نلاعب بلجيكا ما كنتش ولا الراجل خاف لما قلت له، والحمد لله يعني الثقه في محلها. ف يعني ان شاء الله نبقى بدايه باذن الله كوره حلوه واداء كويس، والنتيجه طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنوعد فيه ان شاء الله ان دايما الاداء ان شاء الله يكون دايما كويس، او بنلعب كوره اللي احنا كابتن حازم، ايه الفرق؟ ايه الفرق المنتخب المصري النهارده والمنتخب المصري من 5-6 اشهر؟ ايه الفرق النهارده؟ شفت ايه الفرق؟ والله يعني كيروش كمدرب محترم ومدرب عظيم يعني، لكن هو كل واحد ليه افكاره وليه فلسفه الكوره. النهارده لو تلاحظ هتلاقي اللعيبه بتبني الهجمه من تحت، بيضغط عليك بيضغط عليك دي بروين، بيضغط عليك كراسكو، لكن اللعيبه واقفه على الكوره بتطلع، عايز تطلع بالهجمه. ده الشكل بتاع فيتوريا، انه مش كل حاجه الكوره عاليه، مش كل حاجه الكوره طويله، عايز اطلع بالكوره ازاي، احول اللعب من اليمين للشمال ازاي، وهي في اليمين مين بيقطع ومين بيتحرك، زي التسجيل النهارده عملها كتير قوي وراح جاب جول، وكان وضيع كورتين تانيين او ضاعوا منه كورتين. فهو انا يعني يمكن من الحاجات اللي كانت دايما او خلتني اشوف مع فيتوريا ان شاء الله ينفع معانا، هو ان الراجل ده بيلعب كوره لقدام، بيلعب كوره اللي احنا بنحبها، اللي هو عايز اهاجم، عايزك. انت عارف ان فيتوريا عمرو بقاله حوالي 80 ماتش ما تعادلش 0-0، شافهاش، لا اما بيكسب يا اما بيخسر. فهو راجل بيحب يلعب على قدام، بيحب يلعب كوره اللي احنا دايما تلاحظ حتى واحنا بنكسب الناس يقول لك بس احنا ما بنلعبش الكوره بتاعتنا، احنا ما بنلعبش كوره هجوميه، ما بنلعبش كوره يعني فيها استمتاع شويه. النهارده اعتقد الحمد لله ده الفرق شويه، ان هو حاطط سيستم او حاطط طريقه لعب ان تلعب كوره قدام، ما تخافش قوي لو حد بيلعب عليك، ما تضغطش، لما يضغط عليك تقف الكوره وتحاول تطلع بيها، مش كله طويل. طبعا في اوقات لازم تلعب طويل، لكن قصدي السيستم مختلف شويه، اللعيبه اللي بتنفذ ازاي، الادوار بتاعت اللعيبه اتغيرت ازاي في الملعب. حماده النهارده، محمود حماده واحد لسه جديد بس ما شاء الله زي الفل، يعني كانه لعب ماتشات كتيره دوليه، وده يمكن ثالث ماتش يلعبه دولي يعني. فربنا رب يعني يوفقنا كده، وان شاء الله الراجل الماتش ده هيديله ثقه، وهيدي للناس ثقه، وده المهم، ان الناس يبقى عندها ثقه في المدرب. الماتش ده هيفرق جدا مع فيتوريا، انه يشتغل بهدوء، الناس تثق فيه. انت عارف الشعب المصري الفوز والاداء مهم بالنسبه له، فلما بيلاقي حد كويس بيبتدي يديله الثقه شويه. لانه كابتن حازم هم اللعيبه تقريبا، يعني مور ليس، بس طبعا. فرق كبير، يعني فرق كبير. وزي ما انت بتقول، هو الكره بتبتدي من عند الشناوي وبتعرف تطلع حتى لو في ضغط، وانت مين اللي بيضغط عليك؟ ده انت اللي واقف قدامك كلهم وحوش، يعني تخرج من المنطقه وتوصل لغايه الجون الثاني بهدوء. صح، ويمكن كنا بنقول الاجوان عندنا ما بتعرفش تلعب كوره، لا النهارده الشناوي بيطلع الكوره من رجله مسطره على اليمين على الشمال في العمق، يعني لعيب كوره عادي جدا. فاحنا عندنا الكواليتي وعندنا الامكانيات، بس للزراعه برضه خلينا اكون محق برضه يا استاذ عمرو، احنا برضه ماتش ودي، ضغوط مش زي بطوله افريقيا ولا كاس العالم، طبعا بيبقى فيها ضغوطات كبيره بتخلي اللعيبه برضه بتنشن شويه. النهارده ماتش هو ودي بالنسبه لك، وماتش حلو، لعيب كوره انه يلعب مع فرقه كبيره، اسامي كبيره، بيبقى عايز يثبت نفسه كلاعب كوره، واحنا عندنا ما شاء الله اسامي كبيره، اولهم طبعا صلاح اللي بنبارك له، والنموذج يعني. شوف خد طياره امبارح ورجع مخصوص عشان الماتش، راجل قلبه على الفرقه، قلبه على انه يلعب الماتش ازاي. النهارده موت نفسه في الماتش مع طبعا كل اللعيبه اللي موجوده، واللعيبه اللي بره اللي روحها كويسه جدا جدا. النهارده كل اللعيبه اللي بره كانها لعبه الماتش، كلهم مبسوطين جدا، ملتزمين جدا. فيا رب ده بدايه خير وبدايه مهمه لينا يا رب. سؤالي الاخير، قول لي اللعيبه حاسه بايه وبيقولوا ايه بعد الماتش؟ مبسوطين، هم مبسوطين ان الناس مبسوطه، هم حاسين ان الناس مبسوطه طبعا، مهمه جدا. اللعيب الكوره عامل زي الفنان، بيعمل حاجه لما يلاقي قبول بيبقى مبسوط. اللعيبه كلها حاسه ان الناس فرحانه، وعايز اشكر الجاليه المصريه في الكوره يا استاذ عمرو، هنا حاجه يعني رهيبه. الناس كلها في الملعب، احنا مبسوطين، الناس مبسوطه جدا بعد الماتش، الناس كلها مبسوطه، الناس فرحانه جدا. الناس يعني حوالي 50 40 الف في الملعب،
راجعين مبسوطين. وانت شايف الملعب كله كنا بنلعب في مصر. الراجل النهارده بيقول لي انا مش مصدق ان احنا بنلعب بره مصر، يعني اول مره هو يشوف الاجواء دي وهو بيلعب بره مصر. متخيل؟ قول له الباقي دول جمهور بلجيكا. مفيش بجد. لا الجاليه المصريه في الكويت واهل الكويت كمان بصراحه حاجه، الناس يعني محترمه احترام رهيب، بيحبونا حب كبير جدا. الناس شايلانا فوق دماغها. كنا عند رئيس الاتحاد الكويتي وقاعد معانا بقى في وسط الماتش، بعد الماتش راجل طاير بينا وفرحان جدا بينا. الناس كلها بصراحه هنا كاننا في بلدنا الثاني. بصراحه حاجه محترمه، استاد حلو قوي، الملعب حلو، الجمهور جميل، الجمهور المصري اللي موجود والكويتي كانوا كلهم بيشجعوا معانا كانهم مصريين لابسين تيشيرتات مصر. فبصراحه الاجواء الحمد لله كانت كويسه، والحمد لله ختمناها بنتيجه كويسه واداء الحمد لله ممتع. الحمد لله. كابتن حازم امام عضو مجلس اداره كرة، الف مبروك وبركاتك. بشكرك يا فندم. بركاتك. بشكرك يا فندم. خليك في ظهرنا بس، خليك في ظهرنا حتى لو وقعنا شويه يا عمور، عشان انت مهم بالنسبه لنا. لا ما تخافش، مفيش وقوع ان شاء الله. دايما تقف على رجليك. سلام. شكرا حبيبي يا عمور. مش يا فندم. مع السلامه. الحكايه الجايه هي حكايه مش خياليه. النهارده برضو بالتحديد غمض عينك كده وفكر انه لو ما بقاش فيه تويتر بكره، بعد الشر يعني، انا عارف في ناس بالنسبه لها هتمسك